السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض صينية البسبوسة. احلى من الجاهزة كمان. انا بعملها لاولادي على طول. بيقولوا لي احلى من الجاهزة. فهنقول مع بعض المقادير. اول حاجة، معانا 3 كوبايات مج من دقيق السميد. الكوباية اللي زي دي اللي في اي بيت، كوباية الشاي. 3 كوبايات معايراهم زي دي، حطهم هنا. 3 كوبايات من الدقيق السميد، معاها كوباية الا ربع سمنة، كوباية الا ربع لبن، كوباية سكر، عسل ابيض 3 معالق عسل ابيض. لو ما عندكيش عسل ابيض يبقى عسل بتاع شربات تقيل، 3 معالق شربات يكون بس تقيل. بيكنج باودر. جبنا معانا حلة اهي، هنحط بقى السمنة، ربع لبن اهي مع بعض. بنحطهم بقى على نار هادية، وبنعملهم تسخين بسيط خالص. يا دوبك بنحط صبعنا يعمل يعني صوابعنا ما يعني يكون بارد شوية، ما يبقاش سخن قوي. حطيناها على البوتاجاز اهو. هنسخنها بس دفيان بس بسيط خالص، ما تسخنش معانا. لو سخنت معانا البسبوسة هتقوم بايظة. فهي تبقى دافية بس دفيان بسيط خالص. مش عايزين نسخنه قوي، يا دوبك هنحط صباعنا بس كده. اللي لقينا صباعنا يستحمل السخونيه يبقى خلاص كده كفايه. هنشيله من على النار. انا لسه عايزه شويه بس، حاجه بسيطه كده. خلاص كده بقى عملناها، دفيناها تدفيه بسيطه خالص اهي زي ما قلنا مع بعض. هنعمل ايه بقى؟ هنحط السكر خالص لما يبقى ما عادش له اثر خالص في قلب اللبن والسمن. هنقعد نقلب فيه لحد ما يدوب خالص. بعد ما السكر داب اهو، هنحط بقى 3 معالق من العسل. 3 معالق عسل بس كده. نضربهم خالص برضو. احنا بنعمل بقى التدفئه بتاعت اللبن مع السمنه ده عشان خاطر السكر يدوب معانا، وده السر بتاع البسبوسه اللي بتطلع بقى ملهاش حل. جبنا بقى قد ايه البسبوسه اهو. هنحط معلقه بيكنج باودر، دي اللي بيخليها حلوه. البيكنج باودر ده معلقه كبيره كده مليانه، ونقلبها بقى ببعضها كده. واحنا شغالين بقى يا حبيبي دلوقتي، احنا مشغلين الفرن على درجة 190 درجة، ولازم يبقى سخن قوي الفرن قبل ما نحط البسبوسة بتاعتنا. هنفضي بقى اهو الخليط، هنحطه على على الدقيق البسبوسة. هنقلب بقى بالراحة خالص، ما احناش عايزين نقلب يعني ايه لمرحلة العجن كده ولا حاجة. احنا عايزين بالراحة خالص عشان ما تعملش معانا عرق. لو عملت معانا عرق البسبوسة باظت. لازم نقلب بالراحة خالص عشان تندمج بس مع بعضها كده. بالراحة خالص عشان ما تعملش عرق معانا. مش عايزين نقلب فيها كتير، لو أمنا فيها كتير تعمل لنا عرق. احنا عايزينها تبقى مرملة وجميلة كده بس. بص احنا عايزينها تبقى السمك بتاعها ده. شفتوا السمك ده؟ السمك بتاع الجميل ده. هي دي بقى ايه، احنا عايزينها بس كده، ما نبقاش اتقل من كده. بعض برضو الصينية هندهن مع بعض الصينية. في برضو ناس بتحط طحين. الشربات اهو. هنا 2.5 كوباية مية مع 2 سكر. الكوباية ما تبقاش مليانة قوي كده. الشربات اهو بنعمله حبة فانيليا. هنيجي بالراحة بقى كده وندوب السكر خالص في المية ونولع عليه بقى. هنحط معلقة سمنة اهي،
بعد ما خلاص قربت تستوي اهي، وهننزلها على كده. احنا مش عايزينها تبقى تقيلة، احنا عايزينها تبقى خفيفة عشان بتاعة البسبوسة بتبقى الشربات بتاع البسبوسة بيبقى خفيف، فهو كده كفاية عليها قوي. انا الصينية من الفرن اهي احمرت معانا. هنحط بقى ايه الشربات مرة واحدة، هننزل عليها كلها بمرة واحدة كده. الشربات كله اهو، بعد ما حطيناه كله خلاص اهو، كبيناه مرة واحدة. هنسيبها بقى لما تشرب خالص الشربات بتاعها اهو، بدأت تشرب كل الشربات بتاعها خالص اهو. شربت الشربات كله، عادش فيها شربات خالص. البسبوسة الناجحة انها بتشرب الشربات كله مرة واحدة. الشربات خلاص اهي، وقطعتها كمان اهي. هنطلع بقى خرطة معاكم برضه هوريها لكم اهي، هوريكم بقى ايه شكلها. شفتوا؟ شفتوا الجمال؟ شفتوا الحلاوة؟ شفتوا البسبوسة عاملة ازاي؟ ولا تقولوا حلواني ولا تقولوا اي حاجة جاهزة اهي. شفتوا السمك بتاعها مش ناشفة ولا هي طرية قوي، يعني هي في القانون. شفتوا الحلاوة دي؟ احلى بسبوسة، جربوها وبالمقدار اللي انا عاملاه، ولادك هيشكروكي قوي عليه. وقبل بقى ما ننهي مع بعض الفيديو، يا رب يا رب يا ريت تكون البسبوسة عجبتكم. وقبل ما ننهي مع بعض نقول مع بعض بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك والشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.